ياك سمعتوا هاد القرمشة وشتوا كيفاه راهم جايين فارغين من الداخل. ايا نجربوا هاد الوصفة سهلة مهلة. لازم تديلكم شوية وقت ولازم تركزوا مليح ولازم تتبعوا كامل الاسرار اللي رايحين نقولها لكم حتى للاخير، ما تراطيوش حتى دقيقة ولا حتى ثانية. بربي ان شاء الله رايحين يخرجوا لكم كيما راكم تسمعوا وكيما راكم تشوفوا، ما تقولوش راهم شايحين. راهي لاباط تاعهم ناجحة 100%. تابعوني للأخير وما تنسوش تشتركوا في القناة وتخلوا لي لايك للفيديو هكذا باش تشجعوني نكمل نستمر ننشر لكم في قناتي على اليوتيوب الشيف آدم والبنة العالمية. راح نبداو بالمقادير اللي هي بسيطة جدا ومتوفرة في أي بيت. هيا نبداو على بركة الله. ما رايحينش نبداو بلا باتاشو، رايحين نخدمو كريم باتيسير باه نخلوه هكذا يبرد. ابخي نخدمو لا باتاشو تاعنا. عندنا 4 ملاعق تاع سكر عادي، عندنا 4 ملاعق تاع نشا، عندنا مغرف كبيرة تاع لا مارغرين، عندنا 3 كؤوس مملوئين تاع حليب يكون بارد، لازم يكون بارد ولا بدرجة حرارة الغرفة. البنات كيما قلت لكم تابعوني للاخير، ما مسكوا الفيديو راح يكون شوية طويل، لكن صدقوني والله رايحين تستافدوا. اي شيء نقوله راه في صالحكم، يعني ما رايحش نخبي عليكم ولا حاجة. يا اخي شتوا القرمشة كيفاش وشتوا كيف يعني جو فارغين من الداخل. تابعوني للاخير على بالي رايحين تتقلقوا شوية باسكو راني معمر هضرة، لكن والله صدقوني في فايدتكم خاصة المبتدئات. كما قلت لكم رايحين نلمو كامل هاد الصوالح مع بعض ونزيدو رشة ملح. البنات بالك وتنساو رشة ملح، رشة ملح ديما نحطوها سوا في الصابلي سوا في يعني في اي حاجة تاع حلويات ولا مملحات لازم نحطو الملح. كما قلت لكم رايحين نخلطوا هذوك المكونات كامل. حاولوا تجيبوا اناء يكون شوية كبير ونبداو نخلطوا لحين ما تذوب لنا هذيك النشا. بالكوا البنات يسخن الحليب وتحطوا نشا، اذا حطيتوا نشا رايحة تولي يعني كارثة، رايحة تتعلق تولي كوريات ليسونسيال. على بها قلت لكم الحليب لازم يكون بارد. هادو هما النصائح والاسرار اللي راني نقدمهم هكذا باش تتفادوهم، باسكو انا في بداية مشواري راني ثاني وقعت في هذه الاخطاء، لكن درك الحمد لله مادام تعلمت رايح نمد لكم نتوما ثاني تصحيحات لهذا الاخطاء باش ما توقعوش فيهم. سي بور سا راني ناكد لكم باش تريحوا معايا وتستفادوا وتجيبوا ورقه وستيلو وتكتبوا. دركا رايحين نحطوهم على الكويزينيا. لازم تكون النار هادئه جدا، يعني مش هادئه جدا جدا، راح تكون يعني متوسطه في المتوسط. وتبقاو تخلطوا هكذا ما تحبسوش لحين ما يولي لكم كيما هكا. لازم يولي لكم الخليط متعاقد راحت لي ليسونسيال يكون عاقد كيما هاك. هكذا وبالك تزيدوا تعقدوه اكثر. فوالا راح نحطوا هذيك المغرف الكبيرة تاع لا مارغارين ولا تحبوا تحطوا الزبدة. نخلطوا بيان كوم يلفو حتى نشوفوا هذيك الزبدة تاعنا راهي راحت خلاص، ويعني صاي ذابت لنا. فوالا البنات اللي ماشي مدايره اشتراك في القناة دير، واللي ما دارتش لايك دير دركا روحي ديري عبزي برك تماك وخلي لي التعليق يكون مناسب. واي شيء يخصكم في هذه الوصفة ولا وصفات اخرى مرحبا بكم عندي على العين والراس. وحبيت نشكر كامل اللي جو من تيك توك من الفيسبوك من الانستغرام القناة، مرحبا بكم نورتوا القناة وراهي تطلع الحمد لله، وشكرا على ثقتكم فيا. فوالا بالنسبة للجو هذا راه جو فاني. انا قلت لكم يا اخي درت لافاني درت مغرف صغيرة. اذا حبيتوا الشوكولا جيبوا طابلية ديك صغيرة تاع الشوكولا سوا الزرقاء يعني اي ذوق تحبوه، ذوبوها وحطوها مع هاد الكرام باتيسير هذه اللي خدمناها، اللي يعني اللي يحبوا اللوغو تاع الشوكولا. فوالا انا حبيتهم يعني فاني. فوالا نحطوهم قلت لكم كيما هكذا، نحطوهم في ريسيبيون تكون يعني باردة، ونديروا لهم بابي فيلم ولا اي ساشي عندكم متوفر في البيت، ونحطوهم في الفريجيدار بين ما نكملوا لا باتاشو تاعنا اللي هي تاع لي زيكلير. هكذا باش جيست ما نكملوا لي زيكلير تاعنا تكون هذه صاي راهي بردت
ونبداو نحشيو فيها. فوالا كيما راكم تشوفوا، سيو لو ماكسيموم، يعني حاولوا يعني بزاف انكم هذاك الساشي يلامس الكريمه تاعكم هكذا باش ما يكونش فيها الهواء، ودير هذيك ودير القطرات تاع الماء وتفسد لكم الكريمه تاعكم، فهمتوني؟ هادي لازم ديروها في بالكم، يعني سواء في كريم شونتي سواء في كريم باتيسير، يعني اي كريمه رايحين تخدموها حاولوا لو بابي فيلم تلصقوه مع العجينه، ولا عفوا الكريمه تاعكم. دركا راح نفوتوا لا باتاشو، عجينه الشو. عندي 200 عفوا عندي 250 مليلتر تاع الماء، هاو الكيسان اللي درتهم الكاس كبير وربع، 250 مليلتر. عندي 100 غرام تاع لا مارغرين، عندي مغرف كبيرة تاع السكر، وعندي شوية ملح، وعندي 150 غرام تاع الفارينة تكون مغربلة، وعندي 5 حبات تاع البيض، 5 حبات تاع البيض. راني نأكد ونعاود، 250 مليلتر تاع الماء، 100 غرام تاع الزبدة، مغرف كبيرة تاع السكر، ولافاني ما نديروش هنا لافاني مازال، ورشة تاع الملح، ونزيدو 100 غرام تاع لافارين، ونزيدو 5 بيضات الى 6 بيضات ولا 3 بيضات، دركا على حساب حجم البيض. بالنسبة للميزان البنات لازم تشريو الميزان، اللي ما عندهاش الميزان دركا تروح تشري الميزان، راه يدير غير 65 ألف 64 ألف، راه رخيص خلاص، باسكو هاد الوصفة ما تنجح لكمش بلا ميزان. فوالا راح نجيبو ريسيبيون، حاولوا تجيبوا ريسيبيون تكون كبيرة هكذا باش تقدروا تخدموا. راح نحطوا الماء تاعنا، وراح نزيدوا لا مارغرين. فوالا راني نحكي بزاف، سمحوا لي الله غالب، باسكو راني تقريبا نتعامل مع المبتدئات شغل يشتيو هكا واحد يفهمهم ويوري لهم كيف هكذا باش ما يخسروش صواردهم. والله صدقوني يا البنات، غير كون ما نوري لكم شكا ونمد لكم لي فوت اللي درتهم وما حبيتكمش توقعوا فيهم، والله غير صواردكم كامل يروحوا. شغل ديما تظلوا تعاودوا للوصفة باه تصلحوها، ما حبيتكمش برك تطيحوا في الفخ اللي طحت فيه انا، وانتم دبروا ريوسكم. اللي ما حبتش تفرجني الله يسهل. فوالا كيما قلت لكم تجيبوا لافارين تاعكم، راني كيما قلت لكم غربلتها هكذا باش تشوفوا هذوك الكوريات اللي بقاو لي. نتوما اذا عندكم غربال يكون ضيق على هذا استعملوه افضل، خير من هذا. فوالا بالنسبة ما قلت لكمش هاد الخليط، كي درت لا مارغرين مع الماء والسكر لازم تخليوهم يغليو، يعني هذيك الزبدة صاي تذوب وتجي تغلي. دركا نبداو نخلطو كيما هكا، نبقاو نخلطو بين ما هذيك لافارين تاعنا تتمازج مع هذيك الخليط تاع الماء والمارغرين، وزيد كي شغل دركا رانا نحمصو في الوسموم في لافارين تاعنا. بون بالنسبة للنار، اللي هي يعني راه عامل أساسي في هذا الوصفة، لازم تنقصوا لها، ما تخلوهاش قوية، لأنه كنت تخليوها قوية راح تحرق لكم يعني في ساعة وهي ماهيش يعني ما ماشيش طايبة بيا هذيك لاباط تاعكم، فهمتوني ولا ها؟ خليو النار تكون هادئة، يعني تكون تحت شوية المتوسط، راني نفهم فيكم. وبالنسبه للسباتيل ديروا سباتيل هذاك طويل، ولا ديروا مغرف تاع النيلون هكذا باش ما تجرحوش الاناء تاعكم، باسكو انا جرحتها شوي ماما شعرها قتلتني. كما قلت لكم بقاو تدوروا كيما هكا حتى تتشكل لكم. درك راني ما قدرتش نخدم بيد وحده باسكو راني نصور لكم وراني نفهم فيكم. لازم تخدموا، حاولوا كيما نقولوا تفتحوا العجينه تاعكم كيما راني نفتحها هكا، بهذوك الحبيبات تاع الفارينه كامل يروحوا، وزيد الفارينة مع تزيد تتمازج مع الخليط، وتزيد تحمص مليح مليح. فوالا شوفوا برك كيفاش راني نخدم باه تخدموا كيما هكا. فوالا دركا وقتاش نحبسو لهاد الخلط، راح نحبسو لو طون اللي تشوفوا باللي هذاك العجين راح تلصق لكم في الوسمه في الاناء تاعكم. لو طون اللي تشوفوا العجينه عفوا عن بالكم، والله راهي ساعتين وستة وخمسين تاع الليل وراني نحكي، راني ميت بالعياء، وهذا وين كملت درتهم وراني نشرح لكم في الفيديو باه نحطه لكم.
قلت لكم كي تشوفوا باللي هذيك العجين راهي بدات تلصق في الاناء تاعكم، ما عرفوا باللي راهي شربت الماء. اياكم ثم اياكم ما تخلوها بالماء. اذا خليتوها بالماء راهي حتفسد لكم، كيما صرات معايا واحد الخطره العوام اللي فاتوا كي كنت نبدا نجرب فيهم. بقات فيها شويه كشغل، بقى فيها شويه الماء، انا ما كنتش نعرف مليح. ايا شت كي حطيتهم في السنيوه باه يطيبوا، ما تنفخوليش، بقاو كيما راهم. حطيتهم بالمول، كيما نقولوا صغار، الشكل صغير بقى كيما هاك، ما كبروا ما والو. ما تنفخوش خلاص، باسكو خليت الماء، ما نحيت لهاش الماء مليح. لكن دركا شوفوا، راني نسيي نخلط 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 حتى تحسوها ولات عجينه كيما تاع الصابلي. دركا راح نسكت شويه، نخليكم على بالي راكم تعبتوا مني، الله غالب. فوالا بعد ما كملنا، دركا لازم تبرد. باه تبرد، شوفوا كيفاه راهي لصقت لي في الاناء تاعي دلالة على انه الماء صايره. دركا لازم تبرد لكم باه تحطوا عليها البيض، لانه تكون لاباط تاعكم سخونه، البيض تاعكم راح يطيب فوقها، فهمتوني ولا؟ دركا راني نقول لكم هنا، اذا لو بلون دو ترافاي تاعكم راه نظيف، حكموا هذيك العجينة حطوها على لو بلون دو ترافاي. دركا راه برد الحال، يعني تخلوها غير شوي برك راهي تبرد معاكم، تكون يعني بدرجة حرارة الغرفة. اذا ما عندكمش جيبوا البلا كيما درت انا، باسكو هذه والله حيلة جبتها من راسي، شفت البلا مقابلني قلت والله غير نحطها انا ونخرجها للبالكون. خرجتها للبالكون والله واقيلا 2 دقايق صايي لقيتها بردت، باسكو بارد الحال هاد الايامات. فوالا شوفوا كيفاه نديرها في البلا هكا، ونخرجها للبالكون شويه هكا، 2 مينيت ولا 3 مينيت، تلقاوها بارده ولا تاخد درجه حراره الغرفه. راح نقولكم سر من الاسرار اللي باش تنجح معكم لاباطاشو لي زيكلير تاوعكم، هو انه لازم البيض اللي رايحين تزيدوه مع لاباط لازم يكون بدرجه حراره لاباط، فهمتوني ولا؟ لازم البيض كي تحطوه مع العجينة هذه، شوفوا دركا راه برد. انا البيض تاعي شتو واش درت، حكمت اناء فيه الماء يكون سخون سخون سخون، حطيت فيه البيض تاعي باش يكون مام البيض تاعي سخون، مش يطيب لنا، لا لا ما يطيب ما والو، جيست كيما نقولوا باه ياخذ هذيك الحرارة تاعو تكون عالية، باه كي نخلطو مع لاباط تاعي شغل ما تشوكاش، هذا ما كان. وكي نحطها في الطيب ما تتشققليش بزاف، هذا ما كان. لازم البيض تاعكم يساوي درجة حرارة العجينة. راني سهلتها لكم يعني بزاف. دركا لافاني لازم ديروا مغرف تكون معمرة تاع لافاني، باسكو انني درتهم ودرت غير شوية، جاتني كشغل الريحة تاع البيض. سيو ديروا بزاف يعني لافاني، كثروا لافاني نورمال باه يكون فيها اللوغو تاع لافاني. بالنسبة لكيفاش تخلطوا، تحبوا تخلطوا بالفوي، تحبوا تخلطوا بالفرشيطة، ولا تحبوا تخلطوا بالميكسور، ولا بالبيترا. انا استعملت البيترا في الاول، لكن ما خدمتليش مليح، باه ما نكذبش عليكم، باسكو راني وريت لكم على اساس نخدم بالبيترا، لكن خدمت شوية بصح ما فهمتش، ما هيش يعني تخلط بيا. هيا عدت نخدم بالباتور. راني حطيت لافاني، دركا راح نديرو البيضة الاولى، بقاو تخلطوا حتى تشوفوا هذيك البيضة راهي انسجمت مع العجينة تاعكم، وزيدوا البيضة الثانية. دركا بالنسبة للبيض، البيض يا البنات او يتراوح من 3 إلى 6 بيضات، دركا على حساب حجم البيض. اذا كبير ديروا 5 يكفيو، اذا صغير ديروا 6 ولا يعني 4. شتو دركا نوري لكم الشكل النهائي تاع العجين، كيفاش تعرفوا اسكو العجين تاعكم راه صاي يعني بري باه تخدمو، ولا ماهوش بري، فهمتوني؟ بالك ولا تزيدوا البيض. انا كيما انا راني درت 5، وكي عاد درتهم في الليل نورمال مو حنزيد النص، واش هو كنت خادمهم يعني على الليل خلاص كيما قلت لكم، نورمال مو حنزيد نص بيضة باش تجي يعني خفيفة بزاف. لكن معليش، شوفوا الشكل النهائي تاعها، شوفوا كي تشوفوا هذاك المنقار، دارت هذا المنقار هاوليك، شتو المنقار هذاك، شتو كيفاش جات هابطة هكا، هنا يعني لاباط تاعكم راهي ناجحة. اذا لحقتوا لهذه المرحله عرفوا باللي لاباط تاعكم راهي ناجحه. انتم ديروا 3 بيضات، وتبداو تزيدوا غير بشوي باش ما تجيكمش يعني جاريه بزاف، ما يصلحوا لكمش. لازم تجي هكاك شغل
منقار كيما نقولوا حنا. شوفوا كيفاش جاتني. هنا نورمالمون راني حنزيد لها شويه تاع البيض كيما قلت لكم 5 ونصف، لكن معليش يعني راهي خرجت لي مليحه. شغل لي زيكلار تاوعي خرجوا لي هايلين. دركا راح نجيبوا لابوشادوي هذه مع هذاك الحديد صايا وراح لي. النيميرو تاع وقيلة 366 ولا واش مكتوب فيه. راه واضح في الصورة، وكل وحدة واش عندها في الدار تحب تستعمله. دركا رايحين نعمروه بالعجين ونخدمه. بالنسبة للشكل انا راح نستعمل هاد لو طابي تاع لي ماكارون، ولا تستعملوا هذاك اللي تحته كشغل كاريات راهم يبانوا يعني في الكاطو تاعكم. هذا راه الكاريات تاعهم ما يبانوش، لكن معليش راح نمد لكم اكزامبل برك هكذا باش تفهموا كيفاش يجيوكم متناسقين الحبات تاعكم. يعني كل يتشابهوا، ما ديروش كيفي باسكو راني خلطتها شويه، لكن معليش جاو يعني هايلين على العموم. راح تجيبوا او يتباعوا هذا تاع لي زيسكيمو. فوالا تحطوه كيما راكم تشوفوا وتخدموه هكا. فهمتوني ولا؟ لازم اذا حبيتهم يعني يجيو على شكل مستوي. وطول الكلار تاعكم راح يكون 7 سنتيمتر ولا 5 سنتيمتر. انا درت وقيلة 8 سنتيمترات ولا. يعني كل واحدة وكيفاش حبتهم، كاين اللي حبتهم مدورين كاين اللي حبتهم صغار. انا جيست راح نمد لكم برك الفكرة كيفاش تخدموا. ولا اذا درتو بابي كويسون، اذا حبيتو جيبوا هذاك العود اللي وريته لكم دركا حطوه في لافارين، من بعد حطوه سير لو بلا تاعكم، من بعد شد بوشيو على الفارينة هذيك دايركتلي هكذا باش تخرج لكم يعني على يعني حاجة مستقيمة. هاي تلفت لي الهضرة على بالكم. شوفوا كيفاش راني مبوشي، تحطوها كيما هكا وتطلقوا شغل تزيروا تخرج شوية من بعد تمشيو. شوفوا انا راني خديت الكيل من نهاية الدويرة حتى البداية تاع لو طابي هذاك الابيض. شوفوا فوالا. تمشيو تحبوا ديروهم رقاق خلاص ولا تحبوا تخشنوهم. انا راني خشنتهم شوية. كي تكملوا تحبوا تقصوها بالمقص هذيك تما العجينة، ولا ديروا كيما درت انا طلعتها كيما راكم تشوفوا. شوفوا يعني طريقة راهي سهلة جدا. اذا ما عندكمش الحديد هذاك اللي راني نخدم به صدقوني ولا نسيت حتى اسمه. شدوا الساشي وقطعوها برك وخدموا نورمال، ما مسكوا ما خرجوا لكمش هذوك الخطوط عادي جدا. المهم قال لك الرسمي في البنة. نشوفوا كيفاش راني نخدم. شوفوا راهم يعني جاو على شكل واحد تقريبا. دركا حنجيبوا الماء ونسقموا هذوك كيما نقولوا هذوك الحواف. ديروا الصبع برك في الماء وتسقموهم كيما هكذا، او من بعد يتنفخوا صاي ما يعني ما يبانوش. فوالا شوفوا كيف راني نخدم. يعني تسقموهم يعني حاجة عادية مش حاجة بيزار. هذا مكان. دركا بعد ما نكملو حنخلوهم يطيبوا. بالنسبة للطياب ثاني هو رسمي في هذا الوصفة، يعني ما عندكم وين تهربوا. هذا الوصفة بزاف حساسة. شوفوا الطياب انا اخذت مني ساعة و10 دقائق. ساعة و10 دقائق طياب من التحت فقط. ولازم تنقصوا لها، ما تقولوا ليش راح شتو اذا زيدتوا لها صاي ما رايحينش يطيبوا من الوسط. لازم تنقصوا لها مش لو ماكسيموم خلاص حديروها. ديروها في الرقم 3 برك. فهمتوني؟ احسبوا 1 2 3 هذا مكان. ديروها في الرقم 3 ومدوا لها الوقت تاعها باه تطيب. باسكو السر تاعهم راه في الطياب. اذا قويتوا لهم صاي قويتوا يعني الكوزينة صاي ما رايحينش يطيبوا معاكم وما رايحينش يخرجوا لكم ملاح. باسكو انا الخطرة الاولى كي جربتهم قويت لهم شوية والله صدقوني في النص ما طابوش. باسكو لاباط تاعهم جايه بزاف يعني سونسيبل حساسه. كما قلت لكم الطياب لازم ياخذ منكم ساعه و10 دقائق. من بعد كي تشوفوا باللي راهم تحمروا ما تخافوهمش، ما مسكوا هكا تقولوا تحمروا بزاف من التحت او عادي خلاص. من بعد كي تشوفوهم تحمروا من الفوق هبطوهم لتحت خلاص. هبطوهم وشعلوا لهم من الفوق، وثاني خلوهم نقصوهم
نقصوا لهم وخلوهم حتى يطيبوا في غرضهم. انا داو من الفوق وقيله 45 دقيقة بصح نقصت لهم خلاص، لكن طابوا لي من الداخل. لو كان تسمى ما نقصت لهمش وما خليتهمش يطولوا ما يطيبوليش من الداخل. الله غالب، باسكو شوفوا راهي عجين كاملة، فهمتوني؟ بالك ويخدعكم الطياب وتنحوهم تلقاوهم العجين من الداخل من الفوق 45 دقيقة، ومن التحت ساعة وعشر دقائق. وانتم راكم تشوف بالنسبة للكويزينير ولا الفرن، بالك وتغلطوا وتفتحوها الا بعد مرور 45 دقيقة. باسكو علاه كي تفوت 45 دقيقة هادوك لي زيكلا رايحين ياخذوا الشكل تاعهم، كشغل يوليو حاجة يعني كيما نقولوا رايح يشيحوا وما يطيحوش معاكم. لكن اذا فتحتوا الكويزينير تاعكم قبل 45 دقيقة ولا نص ساعة، العجين هذيك مازال ما شدتش روحها عفوا، ورايحين يطيحوا معاكم. صاي اذا طاحوا معاكم رايح يروح لا فورم تاعهم وما يعجبوكمش، فهمتوني ولا ها؟ بالك تفتحوا لا كويزينير تاعكم بعد مرور 45 دقيقة، راني نقولها ونعاود، بعد 45 دقيقة باش تفتحوا الكويزينير تاعكم وقلبوا حبة وشوفوا اسكو طابت ولا ها. كي طيب من تحت شتوها باللي تحمرت بيان كوم يلفو، هبطوها لتحت خلاص وشعلوا لها من الفوق. لازم تكون ناقصة خلاص، وخلوها تاخذ في راحتها، تطيب في راحتها، ما تقلقوش نهائيا. دركا بعد ما فوتناهم الكويزينية راح نجيبوا هذاك الكريم باتيسير تاعنا. انا راني زدت 3 مغارف كبار تاع لا كريم شونتي. اذا حبيتوا تخلوها هكذاك بالشوكولا ولا هكذاك بالفاني، ولا يعني كل واحد والذوق تاعو، احنا رايحين نديرهم كيما تاع المحلات، يعني حاجة سامبل. شوفوا لي دركا بعد مرور الوقت اللي قلت لكم عليه، ما تشوفوهمش هكا زعما تحمروا بزاف تحرقوا، لا راهم تحمروا بيان كوم يلفو. هذا مكان شوفوا لي ما شاء الله مام الشكل، يعني محافظين على الشكل تاعهم كما نقولوا ما تخسروش، وزيد بقاو هكاك منفخين. شتوهم ولا؟ على بالي شتوهم، بس حبيتكم تردوا لي في لي كومونتير اسكو شتوا الشكل تاعهم كيفاش خرجوا. ما شاء الله والله صدقوني، يعني جو مقرمشين هايلين خفاف، وما تشوفوهم كيما نقولوا كيما صورته لكم في الاول يبانوا حجرة. لا والله صدقوني راهم يعني جايين ما شاء الله. فوالا شوفوا من الداخل يعني راهم يعني طابو صاي، ما فيهاش طابو. درك راح نخدموا نحشيوهم بالكريم باتيسير تاعنا. ديروا كيما هكا وردوا لهم الجانب الفوقاني تاعهم، واذا حبيتوا اثقبوهم من التحت 3 ثقبات ودخلوا الكريمه تاعكم من ثم. انا فضلت ندير هاد الطريقه باسكو كنت في الليل الوحده تاع الليل وانا كنت نخدم، والله عييت صح. هيا انا هاو كيفاش درتهم. هذا مكان هنا راني ذوبت الشوكولاتة دادا، راني ذوبت مورسو برك مش حاجة، وهنا عندي الورد للتزيين باسكو راني درتهم يعني للدار مش كوموند. فوالا كيما راكم تشوفوا نشدو الحبة كيما هكا ونغطسوها في الشوكولا، سهلة مهلة. فوالا هاهم لكم، وهي النتيجة راهي ما شاء الله. بنة تقتل، بنة كالعادة عالمية يعني ما فيهاش. لازم تجربوا هذا الوصفة. اللي بقات تتفرج الفيديو لهذه الدقيقة ربي يفتح عليك كل بيبان الخير. روحي بارطاجي لي هاد لا فيديو في كاع لي جروب، وبارطاجي مع كاع صحاباتك، وحطي لي لايك وخلي لي كومنتار يكون شباب كيفك ولا ثاني راجل ومرأة للزوج، باسكو الزوج راهم يتفرجوا فيا. وربي يفتح عليكم بيبان الخير وربي يعطيكم ما تمنى. هاي الوصفة تاعنا ناجحة 100%، ولازم تجربوها. اللي جربت الوصفة تخلي لي التجربة تاعها
على قناتي في الفيسبوك ادم عفوا صفحتي في الفيسبوك ادم لحلويات الافراح والمناسبات. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله ووصفة اخرى ان شاء الله. واسمحوا لي طولت عليكم لكن راني فهمتكم، وبرب ان شاء الله وصفتكم راهي ناجحة من عندي ان شاء الله. سلام.